طيب تعالى اقول لك ازاي بنبدا البوست برودكشن. انت حرفيا بدايه البوست برودكشن، ولا نفترض ان مشروع كبير جدا فاضي زي ده جميل يعني، انت خلصته ايا كان المشروع اللي هنا انت خلصته. عايز بقى ايه؟ تبتدي تطلع الريندر بتاعه وتجهزه لان انت تعمل له بوست برودكشن، سواء على البريمير، على فوتوشوب، على افتر افكتس، ايا كان. حلو. انت هتروح هنا لللايرز بتاعتك عند اللايت، لايت بوسز. هتعمل ايه؟ هتجيب الديفيوز دايركت، الدايركت، جلوسي دايركت، اندايركت. انت ممكن ما تكونش فاهم انا بعمل ايه، ولكن هفهمك وهقول لك انت بتعمل ده ليه، ما تقلقش. ترانسميشن دايركت تو اندايركت، فوليوم دايركت تو اندايركت، والإيميشن. حلو. بعد ما تخلص الكلام ده هتروح للكومبوزيتنج وتعمل يوز نودز. ماشي، هيظهر لك البتاعتين دول كده. ده الكومبوزيت اللي هو بيظهر لك في شاشة الريندر اللي انت بتجيبها من F11، اللي هي دي، اللي هو الحاجة المترندرة بتظهر لك هنا. ودي اللايرز اللي احنا عايزينها. طيب تعال نتك على شيفت ايه، نعمل اوتبوت، فايل اوتبوت. ماشي. انت ممكن ما تكونش فاهم لحد دلوقتي انا بعمل ايه، ولكن ما تقلقش، ما تستعجلش، صدقني هتفهم وبوضوح كمان. هتدخل شوية inputs. طيب ايه هي الانبوتس دي؟ دي الحاجات اللي انت عايزها تترندر معاك. الايمج الاصلية اللي هتترندر هي دي الحاجة اللي انت هترندرها، ايا كانت. مثلا صورة من دول، اللي هي فرضا مثلا الصورة دي الايمج اللي انت عايز ترندرها. احنا بقى ايه عايزين نطلع مع الايمج دي شوية حاجات هقول لك عليها دلوقتي، ما تقلقش. احنا عايزين نطلع معاها ايه؟ شوية channels. channels زي دول كده بالظبط. ماشي. ليه؟ عشان نظبطها في البوست برودكشن. طيب التشانلز دي بتطلع ليه واهميتها ايه؟ هقول لك، بس استنى. تعالى بس ايه نعرف التشانلز دي بتعرف ازاي. ده الفايل اوتبوت زي ما قلت لك. ماشي، سيبك من ده. حلو. انت الفايل اوتبوت طبعا الاول ايه؟ بتخلي الكompression ده صفر. الصوره اللي انت عايزها بي ان جي او جي بي جي، ايا كان انت عايزها ايه، وليكن بي ان جي. احنا عايزينها مثلا ار جي بي، الكالر ديبث 16 بت. ار جي بي اي دي لو انت عايزها بالالفا بتاعتها، في حاله ان انت عايز تفرغ الخلفيه. ودي ايه ممكن نتكلم عليها باختصار بعد كده، بس خلينا نكمل الاول في اللي احنا فيه. تمام. هنحدد الباث اللي احنا عايزين الصوره تتسيف فيه، هي والبوسز او الشانلز اللي معاها. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي في الاوتبوت ده، احنا قلنا ايه؟ هنزود اوتبوتس ونوصل مثلا الديفيوز دايركت هنا، والديفيوز اندايركت هنا، والجلوسنس والاندايركت، الجلوسنس اندايركت، وهكذا. ولكن عشان ما تتلخبطش هتلاقي ايه؟ الديفيوز دايركت لما يجي يتسيف هيبقى اسمه ايمج 01، والاندايركت 002، والجلوسنس دايركت 003. فاحنا هنسميهم بنفس الاسامي اللي ظاهره هنا. يعني هنا ايمج 001 هنخليها ديفيوز دايركت. تمام. الامج 002 هنخليها diffuse indirect، بحيث انها تبقى متسميه لما تيجي ايه تترندر زي دول كده. هنا مثلا ايه؟ diffuse direct، diffuse indirect، emit، glossness direct، واندايركت، وهكذا. ده بناء على اللي احنا ايه سميناه. حلو. طيب انت سميتهم خلاص ووصلت كل حاجه بالبتاع بالنود بتاعتها. لو اتبقى مثلا معاك واحدة زيادة ولا حاجة، كل اللي هتعمله ان انت هتحددها من هنا وتتك على ريموف، بس مش اكتر يعني. وبعد ما ترندر هتلاقي الصور دي او البروسيس دي اتسيفت في الفايل بتاعك زي كده بالظبط. ماشي. عندك الصورة الأساسية ومجموعة صور تانية أنا هقولك دلوقتي دي إيه. طيب دي إيه فعلا؟ زي ما قلت لك دي الصورة الأساسية اللي هي الإيمج بتاعتك. أنا اللي سميتها كده من شوية لسبب من الأسباب ما مش لازم تشغل بالك بيه يعني. بس هي تبقى طالعة بالاسم اللي أنت مسميها اللي هو الإيمج، أيا كان بقى إيمج 00 كام حسب الفريم اللي أنت مرندرها فيه. يعني أنت مثلا لو واقف في اللاي أوت مرندرها عند فريم واحد، هنا هتترندر إيمج واحد. عند فريم 160 هتترندر إيمج 160، وهكذا. ولا 140، معلش أنا مش شايف، قلع النضارة فاستحملني بقى. ماشي. المهم دي الايمج بتاعتك اللي هو الريندر
العادي جدا. طبعا لو انت عملت اي افكت من الكومبوزيتنج، زي مثلا الجلير مثلا، لو انت عملت جلير او حاجة، ماشي، انت مثلا ايه هتوصل هنا الايمج بالجلير، فانت عايز الجلير ده هو اللي هيطلع معاك، فانت هتعمله هنا. بس موضوع بسيط يعني. حتى لو هتعمل بقى ميكسات ومش عارف ايه وتمكس بين كذا وكذا وكذا، كل اللي هتعمله اللي انت عايز اللي هنا ده هو اللي يتوصل هنا، ماشي. وممكن برضو تخلي اللي هنا ده يتوصل هنا كمان، بحيث ان انت تشوفه، اسف، بحيث ان انت تشوفه في الكومبوزيت اللي هي الشاشة بتاعة الريندر. حلو. طيب تعالى بقى ايه نقول ايه الحاجات دي. دي زي ما قلنا الصورة بتاعتك اللي بتترندر ايا كان بافكتات انت عاملها في الكومبوزيتنج ولا لا. ودي البوسز.